على المضي قدما على تحريك هذا الملف، على دفع مختلف الأطراف الأربعة المنصوص عليها في القرار الدولي 2797 للجلوس في أو على طاولة المفاوضات؟ أعتقد على أن هذه الجولة تحركها كما قلت الشرعية الدولية اليوم بخصوص هذا النزاع، ودي مستورة يتحرك بورقة ضغط تتمثل في الإجماع الذي حصل اليوم بخصوص هذا النزاع، ودي مستورة يتحرك بورقة ضغط تتمثل في الإجماع الذي حصل داخل مجلس الأمن بين الأعضاء الدائمون لمجلس الأمن، والذين بطبيعة الحال دعموا الحكم الذاتي كأساس سياسي وحيد لإنهاء هذا النزاع حول مغربية الصحراء. وبالتالي دي مستورة اليوم ينتقل إلى أوروبا لتحشيد الموقف الأوروبي، على العلم أن هناك مع العلم أن هناك اليوم إجماع أوروبي في دعم مبادرة الحكم الذاتي. أكثر من 24 دولة داخل أوروبا تدعم هذا الموقف، وطبيعي جدا أن دي مستورة يعرف التحديات الكبرى المتمثلة بالخصوص في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. لكن في اعتقادي كما قلت موقف دي مستورة اليوم قوي جدا، لناحية أن هناك ثقل أمريكي كبير، هناك ثقل عربي كبير، هناك ثقل أوروبي يريد دي مستورة أن يفعل الموقف الإيجابي الأوروبي بخصوص دعم المسار الأممي، وخصوصا دعم الموقف المغربي في لناحية تأكيد وتثبيت الحكم الذاتي كشكل وحيد لإدارة أقاليمنا الجنوبية. وبالتالي كما قلت موقف دي مستورة اليوم هو موقف أقوى، لأنه يستند إلى التقاطع الحاصل على المستوى الموقف السياسي للدول الدائمة داخل مجلس الأمن. وفي نفس الآن كون أن المنتظم الدولي سئم بكل صراحة من استمرار هذا النزاع الذي أثقل كاهل المنطقة، وبالتالي في اعتقادي هناك إجماع اليوم، إجماع سياسي وجيوسياسي على ضرورة الانتقال من منطقة شمال إفريقيا من مستوى التصعيد ومن مستوى الاضطراب الاستراتيجي نحو ما يمكن أن نسميه بالاستقرار الاستراتيجي، نظرا للأهمية الجيوسياسية الحيوية لمنطقة شمال وغرب إفريقيا بشكل عام. طيب، ولكن هل يخدم هذا الملف تدويره في العواصم، خاصة دولة كالنرويج، إذا كانت كل المرجعيات خارج حتى شمال أفريقيا هي في نيويورك وفي واشنطن اليوم؟ ما الذي ينتظره حقيقة دي مستورة لتفعيل هذا الملف، لجمع الأطراف وجلبها من أجل التفاوض؟ لذلك قلت على أن اختيار أوسلو في اعتقادي ليس اختيارا اعتباطيا، لأن أوسلو كما قلت لعبت دورا فيما سبق كوسيط نزيه في مجموعة من النزاعات والحروب. ولكن اليوم النرويج ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه في ملف الصحراء المغربية؟ أعتقد يمكن للنرويج أن تكون قاطرة الموقف الأوروبي فيما يتعلق بالضغط على الجزائر وعلى البوليزاريو بالخصوص في العودة إلى طاولة المفاوضات، على اعتبار كما قلت أن أوسلو التي كانت دائما محطة أساسية بخصوص المفاوضات مثلها كمثل بعض الدول وبعض العواصم الأخرى. لكن الجديد كما قلت اليوم هو أنه أول تحرك بعد تبني مجلس الأمن للقرار 2797، وأكيد أنها محطة ضمن جولة شاملة ستنقل دي مستورة إلى مجموعة من المحطات الدولية. لكن في اعتقادي اليوم الموقف الأوروبي هو موقف حاسم جدا، على اعتبار أن هناك أوراق ضغط قوية جدا بيد الدول الأوروبية وبيد الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ومنها بطبيعة الحال دولة النرويج، لأن العقبة الأساسية في اعتقادي اليوم هو موقف النظام الجزائري. وبالتالي التقاطع السياسي الذي حصل على الذي حصل داخل مجلس الأمن يشكل رسالة واضحة للنظام الجزائري بضرورة حل حالة التوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، لأن كما قلت التحديات المرتبطة بالمنطقة على المستوى السياسي والجيوسياسي تشكل الموقف هذا كبير. يعني ينعكس عليك بطبيعة الحال وما تمثله، وليس موقف سكاي نيوز عربية فقط. ولكن إذا كان المغرب يقول أن القرار 2797 وحتى يعني في إطار المتابعات الدولية والإقليمية له أنه طويت صفحة الصحراء المغربية بعد هذا القرار، هذه التحديات كيف نفهمها اليوم إذا كانت الأطراف ترفض الجلوس
على طاولة المفاوضات حتى هذه اللحظة، وحتى بعد هذا توافق المجتمع الدولي بهذا الشكل غير المسبوق؟ أنا في اعتقادي موقف المملكة المغربية اليوم موقف واضح وصريح ونهائي في كون أن الحكم الذاتي هو شكل الإدارة الذاتي، هو شكل الإدارة الوحيدة لأقاليمنا الجنوبية، بمعنى أن مغربيا الملف انتهى، على اعتبار أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بموازاة لتبني مجلس الأمن للقرار 2797 كان واضحا في أننا دخلنا مرحلة جديدة. لكن دعيني أقول على أن اختيار المغرب أساسا الالتزام بالمسار الأممي قبل تبني مجلس الأمن للقرار كان اختيارا عكس من خلاله المغرب الموقف التزامه بالقانون الدولي والتزامه بالمسار الأممي. لكن في نفس الآن كان المغرب تحرك دبلوماسيا بشكل كبير لدفع المنتظم الدولي إلى الضغط على الأطراف الأخرى المعنية بهذا النزاع. لكن حقيقة اليوم التحدي الأكبر هو في كون أن استمرار هذا النزاع على مستوى منطقة شمال وإفريقيا بالنظر إلى التحديات الجيوالأمنية المرتبطة بمنطقة الساحل والصحراء، وناهيك بطبيعة الحال عن التنافس الجيوسياسي الشديد